السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد من سلسلة قصص رمضان. اليوم وصلنا لليوم السادس عشر من رمضان، وكما العادة كنرجع لكم بقصة جديدة. ولكن قبل ما نبداو بغيت نسولك سؤال بسيط. تخيل معايا واحد الإنسان داز سنوات في الحبس ومن بعد خرج في رمضان. شنو تتوقع أول حاجة يدير؟ يشوف صحابه؟ يمشي يحتفل؟ ولا يبدأ حياة جديدة؟ ولكن اللي وقع في القصة ديال اليوم كان مختلف تماما. خليك معايا حتى الأخر، حيث النهاية ديال هذه القصة غادي تخليك تفكر بزاف. هذه القصة كتدور على شاب سميته حمزة. حمزة كان عنده تقريبا 28 عام، ولكن الحياة دياله ما كانتش سهلة. في الشباب دياله دار واحد الغلط كبير، غلط خلاه يدخل للحبس. سنوات دازوا وحمزة كان بعيد على العالم، نهار كيجي ونهار كيمشي. وفي الحبس كان عنده بزاف الوقت باش يفكر في حياته، يفكر في الأخطاء دياله، ويفكر في الأم دياله. أمه كانت الوحيدة اللي كتجي تزوره، كل مرة كتجي وتقول ليه نفس الجملة: الله كبير يا وليدي، ما كاين حتى باب مسدود. حمزة كان كيحاول يبان قوي، ولكن من الداخل كان ندمان بزاف. مرت السنوات وجاء واحد النهار ما كانش متوقع. نهار قالوا ليه فيه غادي تخرج، والغريب كان ذاك النهار في شهر رمضان. حمزة خرج من باب الحبس والشمس كانت قريبة تغرب، الهواء كان مختلف. بعد سنوات رجع يشوف السماء بلا قضبان. بقى واقف لحظة كيشوف الناس دازين وكيحاول يفهم واش فعلا خرجت. كان يقدر يمشي لأي بلاصة، ولكن دار حاجة ما توقعها حتى واحد. مشى يمشي في طريق هادئ حتى وصل لواحد المسجد قريب. كان باقي غير دقائق على الأذان. دخل، الناس كانوا جالسين كيقراوا القرآن ولا كيتسنوا المغرب. حمزة جلس في زاوية، بقى ساكت، ومن بعد قام وتوضأ. رجع وصلى ركعتين، وفي وسط الصلاة بدأ يبكي. بكى ما كانش كيقدر يحبسه. واحد الراجل كبير في العمر كان جالس حداه، شافه وفهم باللي هذا الشاب عنده قصة. ملي سال الصلاة قرب ليه وقال ليه: مالك يا وليدي؟ حمزة مسح دموعه وقال ليه: اليوم خرجت من الحبس. الراجل بقى ساكت لحظة ومن بعد قال ليه: الحمد لله، المهم البداية الجديدة. حمزة هز راسه وقال: بغيت نبدأ صح. بعد الأذان الناس بداوا كيفطروا. واحد الشاب عطى حمزة تمرة وكاس ماء. حمزة شد التمرة وبقى كيشوف فيها وقال البين والبين راسه: سنوات ما فطرتش هكا. ذاك الفطور البسيط حس بيه مختلف، حس براحة ما عمره حس بيها. من بعد الصلاة خرج من المسجد، ولكن ما مشاش بعيد. كان عنده بلاصة واحدة في باله. دار الطريق حتى وصل للدار دياله القديم. الباب كان نفسه، دق، فتحات أمه. باللي شافته تجمدت. ثواني ما قالت حتى كلمة، ومن بعد بكات، حضنته وبقت تبكي وقالت ليه: الحمد لله يا رب، رجعت لي. حمزة بكى حتى هو وقال ليها: سمحي لي يا ماما. قالت ليه: أنا عمري ما غضبت عليك، غير كنت كندعي ليك. في ذاك اللحظة حمزة فهم حاجة، فهم باللي السنوات اللي دازوا ما كانوش النهاية، كانوا بداية. ومن ذاك النهار حمزة تبدلت حياته، ولا كيمشي للمسجد، ولا كيخدم بيديه، ولا كيحاول يصلح اللي قدر عليه. مشي حيت الناس فرضوا عليه، ولكن حيت فهم باللي كل إنسان يستاهل فرصة جديدة، خصوصاً في شهر رمضان. دابا خليني نسولك سؤال: إذا كنتي في بلاصة حمزة، واش كنتي غادي تستسلم ولا تبدأ من جديد؟ اكتب الجواب ديالك في التعليقات. وإذا عجباتك القصة ما تنساش تدير لايك للفيديو، حيث اللايك ديالك يقدر يوصل هذه القصة لشي حد محتاج يسمعها. ونلتقي غدا في اليوم 17 من قصص رمضان، وقصة جديدة يمكن تكون أقوى. السلام عليكم.